بسم الله ما شاء الله. الحين تبدأ الانطلاقة بإذن الله من إمارة الفجيرة إن شاء الله باتجاه رب وضاحية. ما شاء الله تبارك الله. الله ييسر إن شاء الله راح نسير في هذا الوحش بإذن الله. بداية الانطلاقة وجاهزين للثلوج إن شاء الله، مركبين التواير اللي هي إن شاء الله تكون مزيدة الثلج، ونتوكل على الله من دين. طبعا ما شاء الله الحين منطلقين طالعين من البيت باتجاه إن شاء الله المنفذ الإماراتي السعودي، ونسأل الله السلامة والتوفيق. وتابعونا في الرحلة هذه إن شاء الله نستمتع وتستمتعون معانا إن شاء الله بالرحلة الجميلة هذه. ما شاء الله تبارك الله على خط الرويس أو خط السرح إن شاء الله باتجاه حدود المملكة العربية السعودية، وبعدها ما شاء الله الشمس بعدها ما غابت ونحن متواصلين، ونسأل الله السلامة إن شاء الله جل وعلا. جناشدر على حالي الحمد لله. أنا خوي اللي عسى الله يدوم. سعادة الرجل كرامه بدنياه لو ما عليه إلا الزمايل يدومه، يفرح محبينه ولا يفرح أعداءه، والناس ما حد ميتنا قبل يوم أحوينا من وراء وقته فياه يحلم وعيته ما تحقق. ما شاء الله تبارك الله. تم الوصول لمنفذ الإمارات. اتجاه إن شاء الله المملكة العربية السعودية. الله يحفظك الإمارات، والله يديم لنا من الأمان على المملكة العربية السعودية يا رب. ما شاء الله تم الدخول للمملكة العربية السعودية. ما شاء الله تبارك الله. أول منفذ بعد الحدود بين الإمارات والسعودية، وهذه أول محطة. اللهم لك الحمد. كانت الإجراءات سليمة وبسيطة جدا، لكن تعرف تفتيش الليزر الجديد هذا شوية أخرنا، ولكن هذه قوانين وإجراءات لازم نتبعها. ما شاء الله تبارك الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا رقدنا هني حدود سلوى، والهي صلينا وإن شاء الله متوكلين على الله. والجو ما شاء الله بارد على كيفك. I think there's a huge target on my back now. I say more of us go back than the rest of them, so. Okay. ومن المملكة العربية السعودية باتجاه المنفذ الكويتي السعودي اللي هو منفذ الخفجي. وكان طريق جميل جدا، وكان الجو بارد لأن الجو كان في شهر 12 2023، فما نحتاج نشغل المكيف. وهذه الأجواء مشغلين طبعا فيلم ومستمتعين في الخط. صبح عليكم ما شاء الله من الدمام. وصلنا الدمام اللهم لك الحمد.
ناس مداومين وزحمة. تريق ناخذ الصامولي السعودي. جهز الحبيب ما شاء الله. ما تطلع يا حبيبي لما تدفع المخالفات اللي عليك بعدها تظهر من المنفذ الأخير. بدون ما تدفع انسى تطلع يا الغالي من السعودية، منفذ الكويت السعودي. ما شاء الله تبارك الله تم الوصول لدولة الكويت، وهذا هو المنفذ. خلصنا الإجراءات من المملكة العربية السعودية. طبعا الإجراءات بسيطة جدا كالعادة، تسجيل خروج وتوكل على الله. لكن اللي عنده مخالفات يتحمل ذنبك على جنبك حبيبي، تدفع قبل ما تطلع. ادفع اللي عليك، حزام، رادار، تسلم وتتوكل على الله. ما شاء الله تبارك الله تم الوصول في أول محطة بترول في الكويت. الله يبارك. طبعا البترول عندهم هني ما شاء الله تبارك الله سعره على كيفك، عبي وخلي يصب برا ما عندك مشكله. سعر اللتر 85. طبعا بترولهم عبيت انا اقل واحد لاني داخل العراق. بترول العراق ما شاء الله لا يعلى عليه، معروف لا يعرب، خالي من النكتين للاسف الشديد. هني اللهم لك الحمد. الساعه 11 وصلنا، ونسأل الله السلامة في الطريق إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله مستمرين في الكويت. تعالي انزله ونزله، عدله وعدله على راحتي. عرفتي؟ عدلي على راحتي بعدين. ما شاء الله تبارك الله. وين؟ في مصنع الشمالي حلويات. شوف ان شاء الله يشغلهم الحين. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لفت انتباهي هنا في الكويت البقالات بشكل جميل جدا. شوف ما شاء الله البقالات يعني كيف الشغل والترتيبات. شوف ما شاء الله الله يبارك. شو تبغيه موجود، من دبل بترول، من امور، من فحم، من حطب، من ماي. ما شاء الله الله يبارك. هذا علم العراق. ما شاء الله تم الوصول. وصلت او هذه بوابة دخول العراق. الله يبارك ما شاء الله.
الله رقدنا في الخط. طبعا الدار امان اللهم لك الحمد. بخصوص اجراءات العراق اللي هي قبل كان في مرورية ياخذون عليك 100 دولار، حاليا تغير الوضع، ياخذ عنك اللي هي اتوقع 30,000 دينار اللي هي مرورية، وتأمين ايضا 30,000 خضع علي. وكانت الاجراءات اسهل عن المرة السابقة اللي هي دخلت فيها اللي هي شهر 6. المنفذ جديد والامور طيبة، وكان يعني الإجراءات كانت وايد أسهل. طبعا الإجراءات ما تأخذ يمكن ساعة بالكثير وأنت داخل، مع الفيزا مع التأمين مع كل شيء مع الدخولية. وما شاء الله الناس متعاونين. طبعا في مخلصين في الحدود في المنفذ، أنت ما تحتاج للمخلصين هاي، اللهم أنك توصل تفتش على اليمين، يشيك على رقم الشاصي، يشيك على السيارة، تفتيشات سريعة، تروح تأمن السيارة، تنسخ الأوراق. يفضل يكون عندك أوراق اللي هي صورة جواز نسخة منها، صورة الهوية نسخة منها، وصورة أوراق السيارة نسخة منها اللي هي السنوية أو المكية السيارة أو الاستمارة، يكون عندك نسخ منها كثيرة. حتى صورة الجواز يكون عندك منها نسخ. شو تكون إجراءاتك سريعة جدا. اللي هي في الفيزا يطلبوا صور جوازات عدد الأشخاص، وأيضا صورة ملكية السيارة اللي هي سنوية محتاجينها ضروري. فهذه الأشياء أنت إذا صورتها أو كنت جاهز لها فأنت بتكون جاهز وتسهل على نفسك الدخولية. بعد ما تسوي التأمين أوراق تكون نسخ اللي هي الدخولية اللي هي الجواز السيارة أو سيكورتة للسيارة، أمورك كلها طيبة. طال عمرك راح تروح تصدق من عند المخابرات وترجع توثق الخروجية وتروح تسوي الفيزا وتتوكل على الله بإذن الله. طبعا المخلصين أنت ما تحتاجهم، الإجراءات سهلة، تسأل وتخلص أمورك. والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله في سفركم هذا أو في السفرات القادمة. أنا في ناس وايدين يسألوني بخصوص الإجراءات هذه. الإجراءات نفس ما قلنا نحن سريعة وبسيطة، لكن يبغي أنك تكون مصور أوراق كلها، وثائق كلها، ملكية السيارة السنوية، الجوازات، أمور تكون سهلة. يعني بتكون أنت تسهل على نفسك الإجراءات بشكل كبير، وأسأل الله التوفيق للجميع. ما شاء الله الحين طلعنا من بغداد اليعلمية باتجاه الموصل إن شاء الله. بس شوف الجو ما شاء الله تعدل، بدأت تظهر الغيوم، بدأت الأجواء تتحسن إن شاء الله، الأجواء باردة. نسأل الله السلامة في الخط. خلك متابع إن شاء الله، راح تشوف معاي للثلوج، نستمتع إن شاء الله. الله يسأل الله السلامة والخط، والإجراءات سهلة أسهل عن أول. الصراحة أنا كنت ظاهر شهر 6، الإجراءات حاليا ما شاء الله أسهل. مستانس صبوح؟ سعود وحمدان؟ شي طالع حمدان؟ شو تطالع؟ مسترزين ماشي. يا سلام عليكم، يا الله يحفظهم ان شاء الله. طالعين رحله طبعا عائليه، هذا والله الله لك الحمد. واحنا باتجاه ان شاء الله الموصل الى المنفذ ابراهيم ابو خليل باذن الله الواحد احد. ما شاء الله تبارك الله، وصلنا هني بين الحدود، باقي علينا جوز 6 ساعات ان شاء الله. وما شاء الله وصلنا، بنتريق الحين في هذا المكان الجميل. ما شاء الله تبارك. باقي على الموصل تقريبا ان شاء الله ساعة، وراح نكون واصلين ونتريق في هذا المطعم الجميل ان شاء الله. ما شاء الله هذا المطعم من الداخل جميل ومرتب، طبعا في جناح خاص العوائل. ما شاء الله شوف الترتيب والنظام، شيء نظيف ما شاء الله يبارك. ما شاء الله احسنت احسنت، الله يعافيك بيض الله وجهك. ما شاء
شاء الله التقديم والترتيب في هذا المطعم، الخط ما شاء الله خدمة طيبة. هني للأسف صار لي حادث، الريال هذا طلع قدامي واللي حسبت عنه قد ما أقدر، لكن الريال لف علي بعد مع أني طلعت عنه في الأسفلت 4 تواير، لكن بعده كان ناوي يرجع ياخذ روتين، للأسف ضربته وكسر لي المقابض واليبان، هذا المقبض والمقبض للأسف الثاني تكسرن، لكن الحمد لله على كل حال واصلنا الطريق وكان الله غفور رحيم، سامحنا الريال لوجه الله. ما شاء الله تبارك الله تم الوصول إلى الموصل. الأجواء ما شاء الله باردة. طبعا من على نهر دجلة ما شاء الله المنظر كان جميل. هذا فوق الجسر اللي هو في الموصل. طبعا الموصل جميلة، مدينة جميلة جدا ومحدثة، يعني العمار فيها كان جديد وجميل. طبعا هذه الرحلة كان الخط من طريق الموصل مش من طريق أربيل. طريق الموصل ودهوك كان جميل جدا، والشارع أفضل عن خط أربيل، حتى السيطرات كانت أسهل وأهون عن خط أربيل بوايد. يعني أنا أفضل اللي يبغى يروح يفضل يعني ما يفكر ولا يتشاور، يروح عن طريق الموصل ودهوك ويخلص أموره، وكانت الإجراءات وايد سريعة، والطريق كان وايد ممتاز وجميل. ما شاء الله تبارك الله. اليوم تم اللقاء مع الجماعة هذول الطيبين أصحاب الشحنات. يا مرحبا، من معاي؟ حياك الله، حياك الله بالعراق. ممنوع ما شاء الله. ممنوع أنت؟ ها؟ أبو منو؟ أبو فتحي. أبو فتحي. وأنت؟ الله غيب ثاني. مرحبا وسهلا، لقيت معاهم ما شاء الله بالشارع، ما شاء الله في شارع دهوك، والله يحفظهم أصحاب الشاحنات، وقفونا والله يبارك فيهم. الله يسلمك، حياك الله يعزهم. مرحبا وسهلا. خله يعبي التانكي يوصله الخشته الين ما يكح يقول ما شاء الله تبارك الله. تم الدخول إلى الحدود أو الفاصل بين حدود تركيا والعراق. ما شاء الله تبارك الله. الله ينور والله ييسر الأمور إن شاء الله جل في علاه. يا سلام يا سلام، سلم. هذه شوارمة السعادة، هذه شوارمة الدخولية إلى تركيا. اللهم لك الحمد. هذا الوحش موجود. صباح الخير. ما شاء الله تبارك الله. تم الوصول إلى تركيا اليوم 2 ديسمبر. طبعا اليوم يوم ميلاد الإمارات، اليوم الإمارات العظيم ما شاء الله بالوحش. اللهم لك الحمد. أول فندق وقدنا فيه هذا اليوم. طبعا في الخط كان الإجراء سريع وكانت الأمور طيبة. صبحكم الله بالنور والسرور. اللهم لك الحمد. تم الوصول بالوحش إلى تركيا. اللهم لك الحمد. ورقدنا هني في الفندق هذا. طبعا الإجراءات سهلة وايد، أسهل عن أول، ما في تأخير، ما في أي شيء. اللهم لك الحمد. اللي يدخلون يطلعون تركيا من الحدود سووا لهم يعني ممر خاص فيهم مروحهم، والزوار اللي مروا كل شهريا لها ممر ثاني. فما شاء الله اللهم لك الحمد، يعني الإجراءات كانت بسيطة جدا. للتوضيح طبعا بخصوص الحدود التركية العراقية، المنفذ إبراهيم الخليل اللي يدخلون يوميا أو أسبوعيا في لهم ممر خاص فيهم، يعني ما يشبكون مع الناس اللي يدخلون شهريا أو يعني يدخلون فترات متباعدة. فكان الإجراء وايد سريع بخصوص المرة هذه والمرة اللي طافت، يعني نص ساعة إذا كانت سيارتك يعني جاهزة وراك كلها جاهزة، نص ساعة أنت تخلص أمورك كلها وتطلع
من الحدود العراقية التركية بالكامل خلال 40 دقيقة، بالكامل بشكل كامل تطلع خلال 40 دقيقة. طبعا ما شاء الله هني وصلت أول منطقة في تركيا من بعد الحدود أو بعد الفندق، وشفنا حدود سوريا وتركيا كانت متقاربة جدا، اللي هو الفاصل بينهم، وكانت الأمور وكان الطريق جميل جدا. إلا بعد الحدود التركية العراقية، أول ما دخلنا الحدود كان الشارع متضرر كثير 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 للأسف، وهذا شيء عادي طبيعي طبعا. لكن الخط بعد ما تدخل تركيا تنسى التعب كله من بعد دخولك تركيا. شوف المنطقة وما شاء الله الأهالي مستانسين، عندهم التلفزيون ورا وقاعدين مبسطين، وأنا كذلك مبسط في الأجواء الجميلة والجو بارد، ويلا تحييهم. الإجراءات وايد سريعة، نص ساعة بالكثير أنت طالع من الحدود، إلا إذا حولوك عاد على السولار هني شوي يتأخر، اللي هو الليزر. إذا حولوا السيارة على الليزر هني شوي يتأخر، يمكن نص ساعة بعد زيادة أو ساعة، لكن الإجراءات بسيطة جدا واللهم لك الحمد. فأنا أمس ما كملت وايد في الحدود أمانة، كملت تقريبا ساعة و20 دقيقة وطلعنا من الحدود، بس الأجواء كانت باردة جدا جدا. فاللي بيشيل عياله تقريبا ويحولوه على الليزر لازم يتأكد ان عياله لابسين لبس شتوي 100% يوم ينزلون الحدود، لازم الجو وايد بارد. طبعا ما في مكان الا في كافتيريا، والكافتيريا ممتازة يعني، بس يفضل يكون لابسين لبس ويكون عندهم فلوس ياخذون عشاء وياخذون حلويات من الكافتيريا. يعني هذا التنويه البسيط كان موجود عندي في الحدود. أما الحدود العراقية ما كان عليها كلام، الإجراءات كانت سريعة جدا، كذلك ما كملنا 20 دقيقة أو 15 دقيقة خلصنا الحدود العراقية، والحدود التركية إلى ساعة و20 دقيقة، بس أبدا ما في زحمة، أبدا ما في زحمة، لأن محولون الليزر شوي تأخرت، ولا أنا أصلا المفروض ما أتأخر. لو ما حولون على الليزر تقريبا راح تاخذ إجراءات عندي 20 دقيقة تقريبا أو 15 دقيقة. وهني كملنا طريقنا ما شاء الله باتجاه قيصري إلى الجبل الكبير، جبل تزلج في قيصري. طبعا الجبل هذا زيرنا أنا كنت في الصيف، وكان أيضا فيه ثلج في الصيف، وكنت أتمنى أن يكون الجبل هذا مغطى كامل بالثلج على أساس أن نلعب ونستمتع في الثلج. لكن للأسف وصلنا هناك وكان الثلج نعم كثير، لكن مش في الحدود اللي أنا كنت أتوقعنها، واللي هو يكون مغطى كامل أو نستمتع في الثلج نلعب. لكن الحمد لله وصلنا الجبل، وحين راح تشوفوا إن شاء الله المناظر أو الطريق إلى قيصري. مستانس؟ يا سلام يا سلام، مستانسين؟ ايه الله يحفظك، ما شاء الله تبارك الله، مناظر جميلة والأجواء باردة على كيف. وينها؟ وين الدجاجة؟ الدجاجة ما تطير حبيبي، هذا وديك هنا. هني المناظر جميلة في الخط، الأجواء كانت حلوة والأجواء باردة، تقريبا درجة حرارة كانت 0 إلى 4 أو 3 درجات. اللهم لك الحمد، وكان الطريق جميل والشارع ممتاز جدا باتجاه قيصري. وقت الغروب ما شاء الله الجو كان جميل، والغروب كان من وقت كبير يعني مقارنة في الخليج كان الوقت تقريبا الغروب عندهم الساعة 4 إلى 4:30 تقريبا. يعني كان في فرق كبير بين الشتاء والصيف. الصيف كان الغروب تقريبا الساعة 8 أو 8:30، لكن في الشتاء عندهم الغروب الساعة 4 تقريبا.
ما شاء الله تبارك الله. شوف الثلوج. سعيد يحييكم. شوف ما شاء الله الأجواء على الغروب. هذا أول عشاء لنا في تركيا ما شاء الله. طبعا ما أعرف أتكلم تركي، والراعي المطعم ما قصر، نزل لي عشاء على كيفه وغرق لي الطاولة تغريق. بطريقنا إلى أنقرة. طبعا الجبال كانت مغطاة كلها بالثلوج ما شاء الله تبارك الله. طبعا بخصوص البترول التركي في فرق بين البترول في الخليج. البترول التركي يطول أكثر يعني بكثير عن البترول في الخليج. فكل ما عبيت كانت تقريبا السيارة تمشيني 600 كيلو إلى 650 ما شاء الله. في فرق إلى 70 إلى 50 كيلو ما شاء الله. بدلت هايل في الخط بروحي، لأن الجماعة هني قبل يوم جيتهم قبل ما يقدرون يبدلون آيل. كل ما أروح أبدل آيل عند حد يقول لي ما أقدر أبدل لك آيل، فبدلت آيل بنفسي. والله لك الحمد مستمرين. والسرعة في تركيا ما في رادارات ولا في أي شيء. ففي الخطوط السريعة انطلق وادفع على البوابات وتوكل على الله. ما شاء الله كان الطريق جميل. طبعا السواقة في تركيا سواقتهم ممتازة جدا جدا. الناس تحاسب، وفي ناس تسرع، وعارفين الأجواء، وعارفين إن في ناس تسرع ومتفهمين الوضع يعني، حتى لدرجة إنك تقدر أنت تسرع وتستمتع في السواقة أكثر عن أي مكان ثاني. وهذه ما شاء الله وصلنا أنقرة. هذه اللي هي العماير، بداية حدود أنقرة، وبعد قيصري طبعا. وكانت السرعة عادية من 120 إلى 140 أو أحيانا تكون 160 على حسب النزول. ما شاء الله تبارك الله. والجو كان بارد على كيفك. من الريفي أنا جيتك زبون، جيتك على مدح أكثر الناس وعنيت، جيت وتعالى الله عما يشركون، لولاه يا مؤمن لطبك ما اهتديت، راضي بحكم الله علي مهما يكون، عالج عيوني لو بعد طبك عميت، ودي أشارك في البصر من يبصرون، واشوف دربي لا سرحت ولا ضويت. من أوصل بولو لازم نقعد ونشوي ونستمتع في الأجواء الجميلة. مدينة بولو من أحب المدن لي في تركيا. طبعا هذا الجو دائما في الشتاء والصيف في بولو. الله يقدرني على رد الجميل، والله يجملني إلى جالي مجال، والله يحط الستر لي ظل ظليل، والله يقويني على وفق. طولنا في القعدة في الليل وكان الجو بارد، وورينا هاي الضوء وكلنا الفواكه واستمتعنا في جو بولو الجميل. طبعا بولو ما تفوت أبدا لأن جوها جميل جدا جدا، والله يرزقكم الأجواء الجميلة والسعادة.
صباح الخير، ما شاء الله راقدين في هذه المحطة. طبعا باركنات الشحنات هدوء، الجو رذاذ، الجو ما يحتاج صراحة. راقدين في الخيمة الطيبة هذه. الحين شطبنا بنقف في الخيمة ان شاء الله وبنحرك، بس الاجواء خرافية صراحة. رذاذ، اجواء حلوة على كيف. ما شاء الله تبارك الله. الحين حاول وقت الانطلاق بإذن الله. شوف الأجواء كيف، يا سلام يا سلام. سعيد يحييكم. ما شاء الله تبارك الله. شوف الرذاذ ما شاء الله. مستانسين ها؟ حبتين ها؟ دخلها بالمول وادفع يا حبيبي. بس يستاهلون الفروق. يا عاذلي لو ذقت نقلة وتربيب، فرخ الوحش ومقابله بالصقارة، متخيلة من 10 جات تهريب، لهقوة في صيده وفي طيارة، وجا فوق ظني ما يودالي الجيب، يهد عقب طيور قد هي شرارة، ما عاد يا العاذل تزيد التجاويب والدس بخلك. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله السلامة. حاليا متجهين ان شاء الله الى بلغاريا، ونسأل الله السلامة بالخط. طبعا الاجواء هواء قوية. ما شاء الله قبل الحدود. راح نتغدى ان شاء الله الشيشة هذه ونعطيكم علم الحدود ان شاء الله واجراءاتها. ما شاء الله تبارك الله. تم الوصول منفذ التركي باتجاه بلغاريا ان شاء الله. ما شاء الله تم الوصول الى الحدود البلغارية ان شاء الله. نسجل الدخول. طبعا في تركيا ما تاخرنا غير يمكن 4 دقائق او 3 دقائق. اللهم لك الحمد. الحين طالعين على بلغاريا. طبعا حدود البلغارية طلبوا مني تأمين اللي هو الجرين كارد. وقفت موتر هناك، وهناك تسجيل جوازات. اول ما طلعت خط يسار على طول موجود هذا الكرفان هذا موجود هني. سوي عنده تأمين. طبعا الاسعار مذكورة هني. هاي الاسعار اللي هو 15 يوم وشهر و3 شهور باليورو طبعا. وترجع طول العمر للجوازات. هناك مرة يعطوك جوازاتك يكون جرين كارد جاهز وتروح توكل على الله. حاليا في بلغاريا. ما شاء الله وصلنا صوفيا عاصمة بلغاريا، وهذا المنتصف العاصمة اللي هي صوفيا. وكانت العاصمة فخمة جدا وجميلة جدا، ودرجة الحرارة كانت ما شاء الله 1. الجو بارد وحلو وجميل.
ها السكنات الأولية هذه. أم رحت عند القوم وأيامي شحاح وهقيت، لكن غلطتي من تهقويت. مصيبة الطيب إذا بلغ باح دايم يرد. شوف الأشياء التراثية، يا سلام. الأشياء القديمة كلها موجودة. ما شاء الله قاعد نمشي في بلغاريا مع الصغارية إن شاء الله. نركب قطار. ها ايش رايكم في الجو؟ حلو الجو؟ لا انا بركب لا مو حلو. ها ما عيب الجو، يبي اركب قطار. وانتي؟ وسعود ايش رايك؟ يا سلام يا سلام. تم الوصول الى السوق المركزي القديم. ما شاء الله سوق السمك، عندهم السمك حي. Dai, sì, se ne mi prende sé, gospodino. ما شاء الله يا راس البصل ايش طوله، شهد. ما شاء الله تبارك الله. طبعا نمشي في السوق المركزي، الاجواء جميله جدا. الله يبارك مع الصغار، الله يحفظهم ان شاء الله. درجة الحرارة 1. جننت قلبي بحبني يلوي ذراعي له بتا. ما شاء الله تبارك الله. شوف الثلوج. ها مستانسين؟ يا سلام. الله يبارك، الدنيا غرقانة ثلج واحنا مستمتعين في الأجواء الجميلة. ما شاء الله تبارك الله. أفضل الانعزال التام وغيب. عندي على العزلة الحالي شجاعة، أذوق في راحتي ما ذاقها الذيب من عزة النفس لو يأكل ذراعه. وجبت ناس يقول خدر الشاهية وإلى من خدر يا أبو عطية، قرب الغوري ولا نبغي معه سكر زيادة ما يهم. صباح الخير. ما شاء الله الحين حاليا متجهين من بلغاريا إلى مقدونيا إن شاء الله. اليوم جاي ظاهرين مدينة من صوفيا. نسأل الله السلامة في الخط. طبعا الأجواء أمطار والجو جميل جدا. بخصوص الحدود بين بلغاريا ومقدونيا، طبعا الحدود بين بلغاريا ومقدونيا اللي هي بس فقط تأمين وتسجيل خروج ودخول. طبعا أنا رحت من طريق خطأ، لأني رحت من طريق الشحن الجبلي، ما رحت من الطريق العادي هو الرئيسي اللي الناس تروحها دائما. وكان للجراء الجماعة ما قصروا، سوينا تأمين ب50 يورو واللي هو دخول مقدونيا. ما شاء الله تبارك الله. شد عمرك بعمرك الغالي. يا سلام. دخول إلى مقدونيا. ما شاء الله تبارك الله. الحين دخلنا مقدونيا. صبحكم الله بالنور والسرور. اللهم لك الحمد. دخلنا حاليا مقدونيا ونتمشى في نيبال
والامور كلها ان شاء الله سالكه. بخصوص اللي يسالوني شو الاوضاع في مقدونيا والاوضاع في تركيا، حاليا الدخول لمقدونيا صراحه ما على كلام. الوضع كان في بلغاريا من ناحيه الاحترام يعني، لكن صوفيا حلوه وايد، جميله جدا، الاجواء كانت حلوه وايد، لكن الاسلوب كان سيء جدا. مش نفس تركيا، بناء على داخل من تركيا لمقدونيا، لان بلغاريا لا، بلغاريا اسلوبهم بين اسلوب الاتراك فرق السماء والارض، لكن الاتراك يعني شيوخ صراحه يعني في التعامل، في شيش البترول، في الحدود، يعني من جميع النواحي. مع اني قعدت في تركيا 4 ايام تقريبا وبلغاريا 3 ايام، لكن بلغاريا الاسلوب لك عليه شوي، لكن الاسعار نفس ما تقول نفس تركيا تقريبا. البترول فرق كبير، وضعه كان تمام. ويا مرحبا وسهلا. عارف ترزق حمدان؟ ما شاء الله الاجواء في مقدونيا صراحه ما يحتاج. شوف الجو. ما شاء الله هذه أول مدينة في مقدونيا، طبعا باتجاه سكوبيا اللي هي العاصمة المقدونية. شوف الدنيا ما شاء الله هني. وضع 200 الأجواء أمطار، درجة الحرارة 10، بس تناقص ان يبس. الخط في مقدونيا جميل جدا ومرتب. شوف ما شاء الله في مقدونيا محلات المسلمين على كيف الحجاب. طبعا دولة هذه فيها نسبة مسلمين تقريبا 40% إلى 35%، فما شاء الله الحجاب عندهم موجود وأمورهم طيبة وكل شيء تمام إن شاء الله. طبعا ما شاء الله طلبنا هني عندهم في مقدونيا الصحن العائلي، ما شاء الله تبارك الله. جابوا لنا هذه المشاوي اللذيذة، راح نجرب ونشوف. طبعا المطعم حلال ونقول بسم الله. صباح الخير. ما شاء الله أول يوم لنا في مقدونيا. شوف الأجواء، الله يبارك. هذه مقدونيا ما شاء الله تبارك الله.